المسألة الأولى: يدخل بعض الناس المسجد مبكرا، وهذا من توفيق الله له، لكنه يجلس في الصف الثاني أو الثالث، وهذا تفريط في أجر كثير قد يسره الله تعالى لك، فعليك بالتقدم إلى الصف الأول، والخير يسابق ويسارع إليه. المسألة الثانية: يدخل بعض المصلين مبكرا كسابقه ويأتي إلى الصف الأول، لكنه يجلس في طرف الصف من جهة اليمين الشمال أو جهة الجنوب، والأولى أن يحرص أن يكون خلف الإمام ما أمكنه ذلك، لأن الدنو من الإمام أفضل من أطراف الصف. المسألة الثالثة: يدخل بعض المسبوقين إلى المسجد والإمام في حال الركوع، فيقول: هل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟ الأمر في السعة والحمد لله، وإن كبرت تكبيرتين هذا أفضل، الأولى للإحرام والثانية للركوع، فإن كبرت واحدة فتكون النية أنها عن الإحرام لأنها ركن، ويدخل تكبير الركوع تبعا. المسألة الرابعة أيضا تتعلق بالمسبوقين. بعض المسبوقين يدخل المسجد مع صاحب له أو مع أحد المصلين، فإذا سلم الإمام يشك هذا الداخل ويقول: كم بقي لي؟ هل بقي لي ركعة أو ركعتان؟ لا يدري، فيقول: بما أني دخلت مع هذا الذي بجانبي، دخلنا سوا، أنا سأنظر، إن صلى ركعة سآتي بركعة، وإن صلى ركعتين سآتي بركعتين. أعتقد المسألة واضحة. هذا خطأ. أنت إذا سلم الإمام لا تبني على فعل غيرك، بل ابن على يقين نفسك، فهذا الذي دخل معه قد يكون شاكا، فإذا دخلت المسجد ومعك آخر ثم لما سلم الإمام شككت كم بقي لك، فابني على اليقين ولا تأتم أو تقتدي بصلاة من بجانبك، لأن قد يكون شاكا. المسألة الخامسة: إذا قمت تقضي الصلاة ثم أتى رجل فاتته الصلاة وصف بجانبك، لا تدفعه، صل أنت، أكمل صلاتك وهو يأتم بك، فإذا سلمت مما فاتك أو أتيت بما بقي لك هو سيكمل صلاته، ولا تدفعه كما يفعل بعض الناس. المسألة السادسة أيضا تتعلق بالمسبوقين. بعض المسبوقين إذا سلم الإمام التسليمة أو شرع الإمام في التسليمة الأولى قام ليقضي ما فاته، يعني قام مباشرة والإمام ما زال في السلام، يقال: لا تقم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، أولا لتسلم من الإثم، وحتى لا يفوتك شيء من الأجر، لأن بعض الفقهاء يقولون: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تمام التسليم فاته أجر الجماعة وكأنه صلى منفردا لخروجه عن الجماعة بلا عذر، فبقي في الصلاة ثواني، لا تجرح أجرك وصلاتك. المسألة السابعة: يدخل بعض المأمومين ثم يسلم، سواء كان الإمام في صلاة الجماعة أو كنا قبل الصلاة، فيأتي بعض الداخلين وأنت مثلا تصلي السنة قبل الصلاة فيقول: السلام عليكم، فبعض المصلين يحتار: كيف يسلم علي وأنا أصلي؟ يقال: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد عليهم في أول الإسلام ردا قوليا، ثم نسخ الرد القولي إلى الرد الفعلي، فكانوا إذا سلموا عليه بعد ذلك بعد الهجرة إذا قال له يرد عليهم بالإشارة. قال الراوي: فكان يبسط يده هكذا، يجعل بطنها إلى السماء وظهرها إلى الأرض، أن تصلي سلم عليك أحد تفعل هكذا،
وتكمل صلاتك. المسألة الثامنة: يأتي أحيانا الشيطان يلبس على كثير من المصلين، فهناك علاج نبوي قد يخفى على بعضنا. جاء الصحابي عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، أشغلني فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب. الخنزب في لغة العرب اللحم المنتن، فالشيطان قبيح في خلقه وخلقه ووصفه واسمه وعمله. ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، ثم انفث عن يسارك 3. وأن تصلي أشغلك الشيطان، تقول بصوت خافت مع انحرافك يسار: أعوذ بالله من الخنزب 3 نفثات، وتستحضر الحديث النبوي وأن هذا بلسم طبي بإذن الله الشافي. المسألة التاسعة: يظن أكثر الناس أن الشيطان لا يأتي المصلي إلا في إشغاله الوسوسة. هذا ليس بصحيح. الشيطان يأتي المصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة. باختصار، يأتيه قبل الصلاة في مواطن 3، وقد تزيد بس أذكرها على رؤوس أقلام. يأتيه قبل الصلاة في التأخر عن القيام إلى الصلاة، وفي الوسوسة في الطهارة، وفي العجلة في الإسراع إذا دخل المسجد، وفي أثناء الصلاة يأتيه الشيطان في إشغاله بالوسوسة الأفكار، وفي إشغال النظر يمنه ويسره، وفي كثرة الحركة، وفي مسابقة الإمام أو موافقته، أو في موافقة الإمام أو في مسابقته، أو في التأخر عنه. ويأتيه بعد الصلاة في ترك الأذكار، ترك السنن. هذه من مداخل الشيطان في شأن الصلاة، في قبلها وفي أثنائها وبعدها. هذه 9 مسائل، لا أطيل، أكتفي بها. والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم على حسن استماعكم، ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.